دايما بنتفوق على نفسنا بسيناريوهات جديده. اصلا فريق زي اوتوه ده حتى لو كاسبين فرق واحد مش هيعرف ينافسنا، فاحنا نلعب ناقصين ونلعب بالجزيري حارس مرمى عشان تبقى الكفه متساويه. ممثل مصر الوحيد في افريقيا ضد بطل ابطال جمهوريه الكونغو، ماتش على الورق سهل وفريق يعني على قده، فانت متوقع تكسب مستريح. من امبارح قاعد بدأ ان يا رب نسهل الماتش على نفسنا، بس ازاي يا اخي؟ والله لا نعطيك دراما حاجات كده ولا في الخيال. انا نفسي حد يفهمني ليه الحارس ده بيلعب، لا عمره شالنا في ماتش مهم ولا له اي انجاز مربوط معانا ببطوله، ولا هو لاعب صغير واعد فتعالى نصبر عليه عشان هنكسب حارس ما يتعوضش، واخطائه بتخسرنا ماتشات كان هيخرجنا من المجموعات، ودلوقتي بسبب تصرفه الغبي ده كان هيطلعنا من فريق مركز شباب من ربع النهائي. دي تقريبا اول مره اشوف واحد حسام عبد المجيد بيستغل طوله ويسجل جول للزمالك. بدات اسلم لفكره ان عدي الدباغ جناح مش مهاجم اصلا مفيش مهاجم هيضيع فرصه زي دي او فرصه زي دي. ما انت لو ضيعت دي انا مش عارف كنت هقول ايه بصراحه. ناصر منسي عمل كعب وجع لي بطني. لما بتلعب السهل يا ناصر بتبقى احسن مهاجم في مصر. دقيقه بس نفهم مستوى الجزيري اللي بيقل كل ماتش، والمشكله ان بحسه ما عندوش شغف يلعب، ولا دي فقدان ثقه ولا ايه؟ انا ما بقتش فاهم.